اول مره من ساعه ما ابتديت اتفرج على كوره في اول التسعينات لحد النهارده يجي ماتش الاهلي وابقى خايف يتلعب. مش خايف منه، انا خايف الماتش يتلعب. ما احنا مش هنفقد نقط تاني، حرام يا كفره يا كفره. 6 نقط في 5 ماتشات. هو انا لو لعبت بالناشئين كانوا جابوا لي النقط دي ولا كانوا جابوا شويه نقط اكتر؟ يا جماعه حرام عليكم، حرام عليكم. كرهتونا في الماتش. الواحد ما بقى يعني دوري الابطال ما اتفرجش عليه عشان ما اتفرجش على كوره وافتكر الاهلي وافتكر اللي انتوا بتعملوه. حرام، حرام اللي بيحصل ده، حرام، حرام الى مزبله التاريخ. حرام والله العظيم حرام. يا كابتن عماد، ايه العك التكتيكي اللي انت عملته قدام ماتش انبي ده؟ انا اتفرجت على ماتش انبي واتفرجت عك تكتيكي. هتعمل ايه قدام علي ماهر؟ الماتش اللي فات علي ماهر مسح بعماد النحاس الارض. احنا كسبنا بغلطه مدافع جابها بن شرقي وياسر ابراهيم شال الكوره على خط الجون في اخر الماتش. هتعمل ايه في هذا المستوى؟ احنا عندنا ازمه فنيه هيحلها الجهاز الفني. انا ما اعرفش الجهاز الفني لما يجي هنكون ضيعنا كام نقطه وهو ضاع كام نقطه لحد ما يتعرف. انت هتجيب واحد ما يعرفش حاجه عن الانديه المصريه بقى لسه بقى يتعرف من الاول وما يعرفش ان الفرق بتقف قدامنا بقى بتدافع عن شرفها وبتركن الاتوبيس وحاطين المزلقان والقصه دي كلها وكابتن علاء عبعال والناس دي كلها ما يعرفش. هتجيب مدرب ما يعرفش القصه دي كلها؟ انت متخيل كل ده هتجيب مدرب من الاول؟ مأساة، مأساة، مأساة. هتقول لي نجيب مدرب مصري. مدرب مصري؟ ما فيش اي مدرب مصري موجود على الساحه هينفع في الجو ولا القصه اللي احنا هنعملها دي كلها. اللي هتقول لي حسام البدري يعني احنا جربناه 3 ولايات وكل مره ماشي ممشيينه. يعني 3 مرات بيدرب، في مره اللي راح ليبيا دي كل مره احنا ممشيينه عشان سوء النتائج وسوء القصه دي كلها. فما تقوليش حسام البدري. وفايلر يا جدعان، فايلر عشان بس نخصص من المدربين. فايلر ده جه في شهر 1 بعد الدور الاول ابتدى يلعب كل كور معلقها لمروان محسن وقدام الزمالك اتمسح كره من كارتيرون وضيع 3-1 وخسر السوبر المصري. ولو كان كمل كان خسر نهائي القرن. فيا جدعان فايلر فاكرين له بس اول كام ماتش اللي هو لعبهم وبعد كده خلاص ما لعبش كوره. فما حدش يقول لي فايلر، بلاش حد يقول لي فايلر. مش هقول لك بقى انه مش عايز يجي وراجل اصلا لا يؤتمن وقصص طويله. مش هتكلم على فايلر. عندنا ازمه فنيه لازم تتحل، لكن في ازمه اكبر من كده اسمها ازمه لياقه. احنا عندنا ازمه لياقه موجوده من اول الموسم، يعني احنا الموسمين لحموا في بعض عشان كاس العالم. طب ايه الحل؟ التدوير. المشكله دكه البدلاء عندك في الضياع. طاهر وقفشه والشحات، كل دكه البدلاء عندك في الضياع. انت لما زنقت في خط الدفاع شوف بقى مستوى خط الدفاع عامل ازاي. يا كفره في 5 ماتشات بنعمل كلين شيت واحد. حرام، حرام. ايه ده؟ مش منطقي. فين الروح؟ يعني انا انزل العب واتغلب بس يبقى فيه روح وحماس ان انا عايز اكسب. ده قفشه نازل بيضحك. هتقول لي الحل بقى سيد عبد الحفيظ. يا جدعان اختزال مشاكل الاهلي في شخص ايا كان الشخص ده مين، ده اهانه للنادي الاهلي. اللي خلق سيد عبد الحفيظ خلق اللي احسن منه وخلق اللي زيه. فالفكره ان اختزال ان القصه كلها في سيد عبد الحفيظ اذا ده اهانه للاهلي. اللي خلق احسن من سيد عبد الحفيظ مات الله يرحمه ولا جرى له اي حاجه خلاص نقفل النادي. لا اله الا الله. هنلعب سيراميكا يوم الجمعه ان شاء الله. اتمنى ان احنا نعمل جرينتا والفرقه بقى تلعب بكل مستواها وكل القصه دي كلها واشوف نخوه في الملعب. اللعيبه عندها نخوه في الملعب وتنزل تلعب. اتمنى يكون شخصيه من عماد النحاس. مش عارف هيجيب الشخصيه دي منين. الراجل اللي ساب الجون بتاعه يعدي نص الملعب ويعمل فاول كان هيلبسنا في كارت احمر. وكابتن الفريق تاني كابتن الفريق تريزيجيه عمال بقى مش فارق مع حد ولا بيباصي لحد ولا بيزاول لحد وعايز يجيب جون تاريخي. طب انت جبت جون تاريخي العب بقى. مفيش. تمام. وزيزو يقول له انا هلعب انا مصاب. لا انا سليم وهلعب وهو عارف انه مصاب بدليل ان محمد هاني بيلعب الكورنرات من الدقيقه 3 اول كورنر محمد هاني بيلعبه. فانا قلت بس ان في مصيبه سودة. مفيش شخصيه على اللعيبه. هل ده بقى هيعرف بقى قدام علي ماهر هيعمل حاجه؟ يا خوفي من اللي هيحصل فينا يوم الجمعه. ربنا يستر، ربنا يستر.